في لعيبة بتسيب بصمة وفي لعيبة بتسيب خرم في قلب التاريخ. النهاردة هحكي لك عن واحد رجله كانت سلاح واسمه كان رعب. ده مش مجرد نجم، ده آلة كرة بشرية. شد الحزام وخد نفس عميق، انك داخل على قصة متركبة من نار. كان طفل صغير بيصحى قبل الفجر، مش عشان يتمرن، لا عشان يشتغل. روبرتو كارلوس اشتغل في مصنع نسيج هو عنده 12 سنة. كان بيقف بالساعات وسط الماكينات، وكل حلمه انه يمسك كورة، والناس كانت بتضحك عليه. مين في المصنع هيطلع لاعب كورة؟ لكن هو كان بيضحك بصوت أوطى وبيقول في نفسه هتشوفوا. روبرتو بدأ في نادي صغير في البرازيل، وبعدين لفت أنظار نادي بالميراس، وهناك بدأت الحكاية. كان عنده حاجة غريبة، قوة رجله اليسار. الكورة كانت بتطلع من رجله كأنها طلقة، والمدربين كانوا بيقولوا ده مش طبيعي. سنة 1997 كارلوس سجل هدف ضد فرنسا، دخل التاريخ من أوسع أبوابه. الكورة بدأت على يمين الجون ولفت ودخلت الشمال. العالم كله وقف. فيزيائيين قالوا مستحيل، صحفيين قالوا ده تحدى قوانين الطبيعة، والناس قالت هو ده روبرتو كارلوس. سنة 1996 ريال مدريد شاف فيه أكثر من ظهير كان فيه وحش، بيجري 90 دقيقة ما بيهداش، بيسد يهاجم يرفع ويشوط. الجمهور أول ما شافه حبه، وأول ما شافوه بيسدد خافوا منه. كارلوس سجل أهداف من الزوايا اللي محدش يقدر يشوط منها. كان بيشوط من نص الملعب، من بره ال18، من كور ثابتة، ومن أي مكان. حراس المرمى ما كانوش بيلحقوا يتحركوا، كل مرة يشوط فيها المدرجات كانت بتقوم، عارفين إن في حاجة هتحصل. روبرتو كارلوس لعب أكثر من 500 ماتش مع ريال مدريد، كسب معاهم كل البطولات، دوري أبطال، الدوري الأسباني والسوبر، وهو واحد من أهم أجيال الميرينجي. جمهور مدريد بيقول عليه لحد النهاردة كان قلب الفريق. مع البرازيل كارلوس كان ركيزة أساسية، شارك في 3 كؤوس عالم، وأخد الكاس سنة 2002 مع رونالدو وريفالدو ورونالدينيو. عملوا جيل ذهبي، وهدفه ضد الصين شاهد على قوة لا تتكرر. خلصها روبرتو كارلوس، قايل لكم هذه كرة روبرتو كارلوس. في 2007 روبرتو ساب ريال مدريد، دموعه نزلت من الجمهور قبل اللعيبة. ملعب البرنابيو كله وقف يسقف، مش عشان لاعب مشي، لكن عشان أسطورة بتودع. روبرتو كارلوس أسطورة، بس دي كانت حكاية من 1000 حكاية. في لعيبة تانية عندهم قصص محدش حكاها، لقطات اتنسيت ومواقف لازم تتقال. فلو عندك اسم لاعب حتى لو مش مشهور اكتب لي تحت، يمكن يكون الفيديو الجاي عنه هو، واللي جاي أقوى وأغرب وأمتع.